قبل ما ابدا اتكلم حابب اني اعلق على حاجه مش معتاد اني اتكلم عليها في الريفيوز، وهي ان بوستر فيلم ولنا في الخيال حب هو اجمل وارق بوستر لفيلم مصري شفته السنه دي، وحقيقي حبيته جدا. اما الفيلم نفسه مليان ايجابيات كتير، وافضلها الاخراج الاكتر من رائع والاهتمام بكل العناصر الانتاجيه سواء ديكورات وازياء، والصوره البصريه اللي كانت ممتازه. وطبعا لازم اتكلم عن الميوزيكال نمبرز او الاستعراضات، وكانت من اجمل ما يمكن، وفي منها اتاخد وان شوت كمان. احمد السعداني وصل لمرحله نضج تمثيلي ممتازه، وكان قدامه تحديات دراميه نجح فيها كلها. ميادة السيد في رايي ده افضل ادوارها. واخيرا عمر روزيق، وده بقى مش بس عنده اداء تمثيلي حلو، ده عنده كمان استعراضات واداء حركي في الرقص ما بشوفش زيه كتير في السينما المصريه. اما على مستوى السيناريو فاحنا بنحكي قصه مليانه رقه ودراما وجمال واسلوب عاطفي وطفولي في التعبير عن الحب ولحظات من الماضي، ولكن في حاجات بتبقى سلبية شوية. الفيلم بياخد أمور مش منطقية علشان يجدد بيها دفعات الأحداث زي الصدف مثلا، ولكن أنا بقيت معتاد على ده في النوعية دي، وأنا حقيقي خارج من الفيلم مبسوط جدا. تقييم النهائي 8.5 من 10.